هكذا استطاع أن يحجز لنفسه مقعدا في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هناك ظاهرة انتشرت في الفترة الأخيرة وأصبحت تمثل خطرا كبيرا، ألا وهي ظاهرة تصدر الكثير من الجهل للكلام في الدين والكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ينشر أحاديث مكذوبة، أحاديث موضوعة، عنده جرأة شديدة جدا على الله عياذا بالله، رغم هذا الوعيد الشديد الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، كما ثبت عند البخاري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، عياذا بالله. وفي رواية عند البخاري ومسلم قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم بيتضمن أمرين: إما إن واحد بيروي أحاديث ضعيفة وموضوعة ومكذوبة وهو يعلم أنها أحاديث ضعيفة وموضوعة، فهذا نوع من الكذب. والكذب الثاني إنه ينفي عن النبي صلى الله عليه وسلم الأحاديث الصحيحة، يكون النبي قال حديث صحيح وهو يقول لك لا ده ضعيف، وهو يعلم جيدا أنه حديث صحيح. هذا هو التعمد في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمقصود هنا يا حبايبي من يتعمد فعل ذلك، أما المجتهد فلا يقصد ذلك. يعني مثلا ممكن نلاقي حديث صححه العلامة الألباني وهو أعلم واحد رأيناه في الحديث، تمام كده، فيجي شيخ تاني برضو من الثقات الأفاضل يضاعف نفس الحديث، واضح كده؟ فما يعتبرش في الوقت ده لو أنا أخدت بتصحيح الشيخ الألباني وغيري أخذ بتضعيف شيخ آخر من الأفاضل الثقات، ما يعتبرش لا ده بيكذب على النبي ولا ده بيكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن في النهاية ده اجتهد، فمنهم من أصاب ومنهم من أخطأ. إنما المقصود هنا تعمد نشر الأحاديث المكذوبة والموضوعة وهو يعلم أنها أحاديث غير صحيحة، أو تعمد نفي حديث أو تضعيف حديث صحيح قاله النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلم أنه حديث صحيح، فهذا التعمد هو المقصود بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطبعا بكل أسف الآن في صنف من بعض الدعاة في الفضائيات والسوشيال ميديا ليس لهم بضاعة إلا الأحاديث المكذوبة والموضوعة، تقدم له النصيحة بكل أدب لا يقبلها. هذا الصنف هو الذي حجز لنفسه مقعده من النار إن لم يتب. احنا من يأس حد من رحمة ربنا إن لم يتب ويعلن توبته ويصحح الأخطاء اللي وقع فيها حتى لا يكون سببا في إضلال الناس. فاحذروا يا إخواني ويا أحبابي من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالكذب على رسول الله هو كذب على الله، لأن الإنسان حينما يكذب على رسول الله وينسب إليه أحاديثا لم يقلها فهو بذلك يشرع في دين الله ما ليس منه، ولأنه بذلك يضل الناس عن دين الله سبحانه وتعالى. جمعني الله وإياكم مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.